يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح الأنوار عليكم، يا مساء الفل لو بتشوفوني بالليل. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. والنهاردة الوقفة وعايزاكم بقى تكتروا في الدعاء، ادعوا كتير، ادعوا كتير، لان احنا بنمر بأيام صعبة. فادعوا ربنا كتير. والنهاردة ربنا ان شاء الله يتقبل مننا دعائنا كلنا. وادعوا لأولادكم، ادعوا لنفسيكم، ادعوا لأولادنا ربنا ينجحهم يا رب في الثانوية العامة. ادعوا لأولادنا بتوع تالتة اعدادي برضو ربنا ينجحهم بإذن الله. ادعوا كتير ان شاء الله ربنا يتقبل دعائنا. النهاردة بقى عندنا فيديو جامد هنخلص بقى زي ما انتوا شايفين الدنيا واقفة ازاي ومكركبة ازاي ومفضية كل حاجة. احنا عملنا في الفيديو اللي فات النيش، لو لسه ما شفتهوش روحوا الفيديو اللي فات فيه النيش. هننضف النهاردة بقى الريسبشن كده ونفرش ونخلص شغلنا النهاردة بإذن الله. اول حاجة بقى عندنا عملنا الركنة. جبت الركنة بقى كده زي ما انتوا شايفين، بيبقى فيها في الكرتونيه ده اللي بالطول بيبقى شايل وبرة. وبالذات القماشة بتاعتي دي، انا القماشة بتاعتي قماشة قطيفة فبتشيل وبرة كتيرة جدا، من اقل حاجة بتشيل وبرة. شايفين طبعا من قعدة الاولاد، من اكلهم، من شربهم، بيبقى فيه فتافيت كده داخلة بين الطول ده او بين الركنة دي، الكرتونيه ده. فباخدها بقى كده بالفرشة، لازم انضف كل حاجة من دي. كمان ساعات بجيب المكنسة الكهربائية وبجيب بقى كل الحتت دي بتشفطها لي، بتبقى سهلة برضو وبسيطة. النهاردة بقى نضفت كده بالفرشة ونضفت ولمعت الركنة دي، خليتها زي الفل. عندي لمامة وبرة كمان حملتها فيها، يمكن ما بانتش لكن انا فضلت وراها كده واجيب من الحتة المزنوقة دي اللي بيدخل فيها كل حاجة بايديا لغاية ما طلعت كل حاجة فيها. القماشة دي كانت عندي، كانت جاية لي من السعودية. فالقماشة دي قماشة ستاير، ماشي قماشة ركنة. فطبعا قطيفة ناعمة جدا. انتوا عارفين قماش الستاير بيبقى ناعمة ازاي، بس انا كان عندي كمية كبيرة واللون ده ما حبيتش ان انا، يعني ما صدفتش ان انا اعمل بيه ستاير. فاخدت وعملت بيه الركنة دي، شكلها حلو قوي وقلاب. هي اللون تبصوا تلاقوه غامق كده ساعات، وساعات بتلاقوه فاتح. يمكن على الطبيعة بيبقى اغمق من كده وشكله تحفة ولون جديد. فانا حبيته يعني بصراحة، فعملته. اخدت بقى الركنة وطلعتها في الصالة، طلعت كل حاجة، هطلع الأوضة كلها علشان ابقى واخدة براحتي بقى وانضف براحتي. شايفين تحت الركنة بيبقى فيه بقى حاجات اقلام، فيه كراريس من ايام الدراسة. فطلعت بقى كل حاجة كل حاجة في الصالة. وهنيجي كمان المكتبة هشيل بقى كل حاجة فيها. كل حاجة طبعا متطربة من هنا في بلكونة، فكل حاجة بتبقى متطربة. وانا طبعا بقالي كام يوم مش فرشة على البلاط كده، فكل حاجة بتبقى متطربة. هنا الورق ده طبعا ده رسومات سولي ابني، باخده اشيله تاني، يعني ما برمهوش. يعني هو كده بيمسك القلم ويقعد يرسم رسمات حلوة ورسمات جميلة، هيطلع فنان كده. يرسمني، يرسم باباه، يرسم اخواته، يرسم اي حد. فانا ويطبق لي الورقه كده فانا بشيلها. انا كان حاططها على الركنه، شلتهم، اخدتهم كده شلتهم برضو. ما احبش ارمي اي حاجه تخص اولادي. ربنا يحفظ لكم اولادكم يا رب، ويبارك لكم فيهم يا رب، ويكفيهم يا رب شر الصاحب السوء. الايام دي صعبة جدا جدا. الاول احنا ما كناش بنخاف على نفسنا، دلوقتي احنا مرعوبين على اولادنا. يعني الاول كنا ممكن اختي الصغيرة تروح مشوار، ببقى ماما مثلا مطمنة بتروح وتيجي. انا دلوقتي انا بخاف اودي ابني يروح اي مشوار، ابقى خايفة عليه من اللي احنا بنسمعه، من اي حاجة بنشوفها اليومين دول. فربنا والخطف والحاجات اللي بتيجي على النت، الواحد بيبقى فعلا 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 مرعوب ان هو ينزل ابنه لوحده او يجيب حاجة. انا والله ببقى واقفه له في البلكونه يجيب اي طلب، لو اتاخر عليا انا ببقى مرعوبه. ببقى عايزه اخد بعضي وانزل ادور عليه. فربنا يكفيهم شر طريقهم يا رب، وشر سوء الصحبه السيئه. اليومين دولت الصاحب زي ما بيقولوا مش صاحب ساحب. فالاولاد تحس ان هم بيكبروا كده واحنا ما نعرفش عنهم اي حاجه. بيمسكوا الموبايلات، عارفين فيها، عارفين في كل حاجه من غير ما يتعلموا اي حاجة او يعرفوا اي حاجة او نقول لهم على اي حاجة. فربنا معاهم يا رب، وما نقدرش ان احنا غير ندعي لهم ونقول يا رب يحفظهم ويكفيهم شر طريقهم ويكفيهم شر البلاوي اللي بتحصل في الدنيا دي كلها.
هنا بقى مسكت باب البلكونة ومسكته نضفته الاول من كل تراب، وبدأت بقى ان انا اغسله حتة حتة من فوق ومن تحت ومن الشبك. بصراحة لو ما غسلتيش بمية ما تحسيش ان الحاجة نضفت مهما تشيلوا تراب كل يوم. انا النهاردة مجرد ما كبيت مية ببص لقيت التراب نازل من الشبك بطريقه، السلك اللي انا حاطاه ده بطريقه فظيعه، مع اني كل يوم بنضفه. بس مجرد ما كبيت الميه وغسلت لقيته راح زي الفل، ونزل بلاوي، نزل بلاوي على الارض. يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي البلاط منزل فيه بلاوي، شايفين كمان حتى وانا بكب الميه بيفضل ينزل تراب. فضلت اشطف اشطف لغايه ما الميه نزلت معايا زي الفل. واديت بقى طبعا الشباك اللي هو البلكونه ده تنظيفة العيد. هنا بقى جيت عند الحيطة ومسكت بقى الحيطان. طبعا حاطة المية فيها كلور ألوان، كلور ألوان، ما تحطوش كلور أبيض. وحاطة معطر بقى فيها واديتها التنظيفة زي ما انتوا شايفين، وشوية من الصابون السائل. هنا عند المكتبة انا كنت بنشف بس، يعني بلة دي بس، مش حاطة اي مية كتير علشان الشاشة وعشان الكهرباء والسلوك. بس طبعا لما بنزل في الحتة اللي تحت دي بمسك بقى ادعك كويس جدا، ولو في اي حتة عندي فيها مثلا بقعة ولا اي حاجة بالراحة كده بالليفة بطلع. شايفين بقى البلاط من المية اللي نزلت اتوسخت ازاي؟ مسكتها بالمقشة كده وكبيت مية كمان تانية فيها مسحوق، ومسكت دعكت تاني وكمان بالشرشوبة دي بقى مسح. وسبت بقى الأوضة دي لما نشفت خالص بدأت ان انا ادخل فيها الركنة بتاعتي. الركنة بتاعتي بقى بحتة مبلولة ومسحتها مسحة كمان زي ما انتوا شايفين نورت ازاي، بحتة مبلولة كده ومسحتها علشان تبقى نظيفة وزي الفل. جبت بقى هنا كمان الشلت حطيتها بتاعتها، ودخلت كمان المكتبة ومسكت المكتبة عندي بقى بالملمع ده، ملمع الأخشاب. والله هو بيدي نتيجة حلوة جدا. أنا أول مرة أستخدم النوع ده، ما كنت بستخدم النوع اللي هو مورال اللي هو العادي على طول، بس النوع ده أول مرة أستخدمه فكان حلو. وما جربتش بصراحة، عايزة أجيب الجديد اللي هو ده اللي بيبقى في علب ده وأجربه. فإن شاء الله وبإذن الله لما يخلص ده هجيبه وأجربه برضه. خلاص هنا بقى طبعا لازم احط هنا الفرشه على الركنه. الفرشه دي بتحميلي لان قعدتنا كلها هنا اوضه الانتريه انا قافلاها للضيوف. انا نظفتها معاكم برضو قبل كده في فيديو اللي هي جنب الباب. فدي قعدتنا كلها قدام الشارع، فلازم بقى يبقى في فرش كده على الركنه علشان يبقى احمي الركنه بقى من اكل حد اكل باي حاجه، من اي حاجه دي بتحميها لي بصراحه. جبت هنا كمان عند المكتبه بقى بدات ان انا احط المفارش. مسكت كمان السماعات بتاعتي والصب مسحتهم كلهم من الاتربه. جبت بقى الدونس التحف دي برضو حطيتهم. جبت الغزلات دي عندي واحده اتكسرت بس لغايه دلوقتي ما حطيتش اللؤلؤ بتاعهم اللي بيبقى على راسهم ده. فجبت بقى هنا طبعا كل التحف بتاعتي بقى حطيتها بسيطة. خليت بقى المكتبة تبرق كده وزي الورد. فرشت السجادة بتاعتي بصراحة بنت على النظافة. حطيت الستاير دي انا غسلهم من فترة بس لقيتهم نضاف مش مستاهلين ان انا اغسلهم تاني. والسجاد انا كنت غسلاه في المغسلة للامانة، لان انا طبعا يعني السجاد الكبير ما بقدرش ان انا اغسله، لكن المشايات الصغيرة او العتب ده اللي انا بغسله. لان انا كان عندي مشكلة في ايديا ما بقدرش ان انا اتحكم في الفرشة لوقت طويل. فربنا يعافيكم يا رب ويعفي عنكم. هنا بقى بدأت ان انا افرش السفرة بتاعتي واحط الكراسي. حطيت المفرش، انا جايبة طبعا برضو فرش للسفرة كده علشان يحمي طبعا من بهدلة الخشب، بيديله شكل حلو. كمان الزرعة بتاعتي دي مسكتها غسلتها دخلتها الحمام، ومسكتها غسلتها من فوق لتحت بالعلبة. مسكت طبعا الدنيا روقتها زي الفل فوق الجزامة، فرشت المفرش، خليت الدنيا بقى بتبرق ونظيفة وزي الفل. طبعا انا ما جبتش معاكم تنظيف الحيطان في الصالة علشان برضو وقت الفيديو اللي عملته في الأوضة هنا عملته مع ان انا مجرية مع اخدت وقت طويل. بس الحمد لله تشوفوا بقى منظر الصالة مع أوضة الانتريه كده في دخلة الباب شكلها حلو قوي. رشيت المعطر، هحط بخور. طبعا قفلت الانوار، انا بحب طبعا النور الهادي ده. حطيت النور بتاع، انا دلوقتي هطفي النور كله
هحط بس نور المكتبه بتاع الشاشه، الليد اللي انا حاطاه في الشاشه، عطاني بقى جو هادي كده ومريح للاعصاب بعد التعب ده. خلصت الجزء اللي بره ودخلت كمان على الجزء اللي جوه بقى، بس ما صورتهوش معاكم لان الوقت ما سعفنيش. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم في فيديو تاني، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم.